عايزك تمشي واثق من نفسك. معلش بس انا اول مره البس نقاب وانا متعود على كده. يا نهار اسود. ايه في ايه؟ الظابط اهدى بس. الظابط محمد اهدى يا عبد صبور. راح في 60 داهيه. انت اللي هتكشفنا كده. اهدى عادي. ايه 2 ستات طالعين العماره عادي. ايه المشكله؟ ما اكيد طالعين لعبد الصبور. يعني العماره دي ما فيهاش غير عبد الصبور؟ لا فيها دكتور احمد خالد امين دكتور النساء والتوليد. بس خلاص يبقى انا حامل. يا احمد يخرب بيتك هتفضحنا. ماشي. ده هو ايه النسوان الهبله دي؟ راح فين؟ هخبط على الباب. مش هيخش من الباب. امال هنخش منين؟ من السقف. ازاي هننشع؟ هننشع ايه؟ هننزل من فتحه في السقف. يا سلام، ما نخش من الباب يا عبد صبور. ايه اللي ظرف كده؟ مش هينفع نخش من الباب. ليه؟ اخواتي لو شافوني هيفرحوا ويصرخوا وياخدوني بالحضن ويصوتوا ونتمرمغ على السلالم، واهل الحته يتفرجوا علينا والظابط محمد واقف تحت. يا بختك بعيلتك يا عبد صبور. الحمد لله. ايه الصوت ده؟ اخواتي. يا وحشني الجو الاسري الجميل بتاع البيت. السلام عليكم. عليكم السلام يا حاج. هو ده بيت عبد صبور؟ بالظبط يا معلم. الولد ده انا عايز دمه يسيح وقتي. من عينيا يا سيدي المعلمين. اعتب له حصر الرئاسه. ماشي على بركة الله. قدامي. اللي هو عمليات، بعتوا لي امدادات حالا. بس يا عيلة غجر، ده انا لولا ان انا واحدة عاقلة كان زماني خلصت عليكم كلكم. عاقلة بس؟ ده انت ست العاقلين الكمل. انا اسفة يا ست، انا اسفة. شاهدوا على روحكم عشان هطلع روحكم. اللي هيقرب من اخويا انا هفرتك نافوخه. المكافأة 20,000 جنيه. عبد الصبور! سلم نفسك يا عبد الصبور، تهرب من القلق. صلي على النبي. هو ده الجو الاسري يا عبد الصبور؟